اصل انا انا اليوم عندي موضوع حاب نحكي فيه كمواطن تونسي. هو موضوع النفط، معناها البترول في تونس. فبطبيعة تونس عندها بعض الحقول نتاع النفط، منهم حقل البرمة في الجنوب التونسي اللي هو اول حقل معناها في الجمهورية التونسية. وعندهم حقول اخرى كما حقل الزاوية في جرجيس، حقل بلي في نابل، حقل اشتارت اللي هو مقابل صفاقس، ساحل صفاقس، وكثير كثير من الحقول الاخرى. فتونس هي معناها بلاد معناها عندها انتاج نتاع نفط. وحسب اعتقادي انا وحسب خبرتي في النفط في البترول، لان انا اساسا فهمت لا انا اشتغلت حوالي 20 سنه في ميدان النفط. فتونس عندها الكفايه معناها الذاتيه للسوق المحليه نتاعها من الماده هذه. باهي. السياسه اللي اعتمدها الدكتاتور بن علي اللي هو معناها ارتفاع اسعار النفط في السوق المحليه، ويقارن معناها يشوف هو معناها النفط قديش في العالم يسوى، في العالم معناها البورصه العالميه نتاع النفط. واذا كان البترول مثلا ب 100 دولار في العالم، فمعناها هو يزيد هنا يزيد في الليسانس، ويزيد في المازوت، ويزيد كذا، ويمشي على البورصه العالميه. وهنا فيها مغالطه كبيره برشا برشا للشعب التونسي. المغالطه هي احنا عندنا نفط ما فيه الكفايه للسوق المحليه بتاعنا. فالمفروض البترول عنا او الغاز او الليسانس او المازوت يكون اسعاره معناها معقولة جدا، وما نتبعوش السوق العالمية. خاطر احنا تونس ماناش قاعدين نشروا في البترول من العالم، وحتى لو نشروا في بترول من العالم قاعدين نصدروا في البترول متاعنا اللي هو من نوعية معناها راقية. والنوعية نعطيكم فكرة عليها معناها اللي هو فابل بورسنتاج دو سوفر، معناها في نسبة قليلة من البخارة. والبترول هذا يتباع في سوق روتردام، يتباع بالمزاد العلني، وبترول تونس يبيعوه بثمن غالي. فهمتني؟ ويشروا البترول لأقل نوعية ويسموه البترول الثقيل اللي هو من نوع البترول بتاع تكساس وبتاع برشا دول. فيشروه بأرخص ويجيبوا يكرروه في ستير في بنزرت ويبيعوه للسوق. هك علاش احنا النوعية نتاع الليسانس نتاعنا نوعية رديئة، لأنه هو أساسا مش البترول نتاعنا. احنا البترول اللي نشروه من السوق العالمية، واللي هو بترول معناها من أقل نوعيات النفط. والبترول بتاعنا احنا اللي هو معناها ممتاز ويخرجوا منه الكيروزان ويخرجوا منه برشا حاجات بكل سهولة بكميات وفرة، يبيعوه في السوق المحلي، يبيعوه في السوق العالمية. فالمفروض معناها يكون الثمن نتاع الليسانس والمازوت وكل في تونس يكون معقول، بسوم معقول، لان احنا ماناش قاعدين نشروا فيه من السوق العالمية. فهو شو عمل الدكتاتور هذايا بن علي؟ يبيع لنا احنا التوانسة الليسانس والمازوت بالثمن العالمي. معناها هو يبيع لنا في النفط نتاعنا احنا بالسوم نتاع البورصة العالمية، مش بالسوم المحلي. فمش معقول بلاد تبدا منتجة للنفط وعندها الاكتفاء الذاتي منه، والنفط هذا تبيعه للشعب نتاعها بسوم البورصة العالمية. نعطيكم مثال: تمشي ليبيا تلقى مثلا الليسانس وكل رخيص، تمشي الجزائر كيف كيف. علاش؟ خاطر الجزائر وليبيا يبيعوا لشعبهم البترول بثمن معناها اللي هو ثمن التكلفة او ازيد على ثمن التكلفة بشوية. ما يبيعوش البترول بالثمن اللي هو معناها معمول به عالميا 100 دولار و120 و70 والبورصة نتاع البترول. فهنا هم الاموال هذه كل يستحوذوا عليها باش يسرقها وباش يستمتعوا بها والشعب التونسي. فانا نطلب من الحكومة الجديدة هذه باش تراجع اسعار معناها البترول في تونس، اسعار الليسانس والمازوت، ويخفضوا فيه. ومتهيالي انا حسب معناها شويه الخبره نتاعي في النفط، معناها لو يحطوه في حكايه معناها 800 مليم نتاع الليسانس يكون معقول جدا جدا جدا. وحاجه اخرى، النفط راهو وقت اللي نجو في تونس التكلفه نتاعو ارخص من النفط اللي هو معناها اللي هو معناها من الخليج العربي. علاش؟ خاطر اول حاجه احنا معناها تقريبا 100% العماله هي تونسيه، والرواتب اللي ناخذوا فيها معناها رواتب تسمى معقولة بالنسبة للرواتب اللي ياخذوا فيها نفس العمل اللي موجودين في الخليج العربي، وأنا واحد منهم. أنا دخلت ميدان النفط عام 75 في حقل البرمة، وقعدت حتى ال 81، وفي هاك الوقت كنت نخلص معناها في 400 أو 450 دينار. وقت اللي مشيت نخدم في أبو ظبي في حقل نتاع نفط في أبو ظبي، الراتب نتاعي ولا 2000 دولار، معناها وأنا نقدم في نفس الخدمة اللي نقدم فيها في تونس.
فهنا اول حاجه العماله في الخليج اغلى، ثاني حاجه حتى كل شيء اغلى بالنسبه لتونس. معناها التكلفه نتاع انتاج النفط معناها نجم نقول حتى رخيصه بالنسبه للسوق العالميه. ولهذا الحكومه هذه الجديده لازم تنزل في الاسعار النفط وتهبط فيه في معناها السوم الحقيقي والمعقول. اذا كان هبطنا في السوم معناها الوقود، فهمت لا، تولي كل شيء ترخص، خاطر كل شيء متعمد على النفط. معناها كل شيء كل شيء كل شيء في الدنيا هذه، كل الصناعات وكل شيء راهو يتعمد على النفط وعلى الغاز. فاول حاجه لازم يشوفوا الموضوع هذايا، وما يحسبوناش البترول بالسوم نتاع الخارج. معناها ما يبيعوناش البترول نتاعنا ويحتكموا للبورصه العالميه ويقولوا ها ب 100 دولار وها ب 120 دولار. والدليل واضح، وقت البترول طلع ال 100 دولار وبداوا يتبكوا ويتشكوا وقالوا ها ب 100 دولار وكذا وغلاو، وهم كل يوم يزيدوا في الواحد. وقت اللي هبط البترول ل 60 دولار وهبط اقل، هم ما هبطوش، ما هبطوا حتى شيء، خلوه هو في كل العالم. انت كان تمشي ترى فرنسا ولا بلجيكا ولا المانيا، في البامب نتاع الترمبه نتاع الليسانس، الكيوسك اللي تبيع كل يوم تلقى سوم جديد للبترول. كان طلع في العالم يطلعوه، كان هبط يهبطوه. احنا تونس الحاجه اللي تطلع ما عادش تهبط، تقعد غادي سي فيني، تقعد غادي، خاطر هم يبرمجوا عليها السرقات نتاعهم ويبرمجوا عليها معناها الاعمال نتاع المافيا نتاعهم، ويخلوا المواطن التونسي يخلص في حاجه معناها اللي هو معناها اغلى من سومها الحقيقي. فحبيت نقول كلامي باش نلفت الشعب التونسي ونلفت نفسي ونلفت الناس الكل، اللي الثمن نتاع البترول في تونس ليسونس واحد راهو مش حقيقي، وراهو هذا سي ان بري غونفلي، فهمت لي، عاملينه سور ميزور باش هما يهزوا الفلوس. ولهذا الحكومه الجديده لازم تراجع الحكايه هذه. واللي يقول تونس ما عندهاش الكميات هذه انا نتحداه. وحاجه اخرى، تونس ولا عمرهم قالوا قداش ننتجوا من النفط، ولا عمرها تونس ما صرحت قالت احنا ننتجوا مثلا مش عارف انا 100,000 برميل في اليوم، 200,000 300,000، ما عمروش يصرحوا فيها، ديما غاطين. هذه ما هو عندهم سياسه الغطه هذيك، ما يخلوش التونسي يعرف حتى شيء، فهمت لا. اليوم التونسي لازم يعرف كل شيء، ولازم يعرف قداش بلاده تنتج من النفط، وقداش السوم اللي تباع به، وقداش الدوله تدخل من النفط هذا اللي هو نبيعوه في السوق. وتونس راهي تبيع البترول نتاعها في سوق روتردام اللي هي سوق معناها عند السماسرة، فهمتني لا، ماهيش في السوق العالمية، خاطر تونس ماهيش عضوة لا في اللوبيب ولا في اللوبيك، ماهيش عضوة في الزول، خاطر كميات النفط نتاعها صغيرة، ما تنجمش تكون عضوة معناها في المنظمات هذه. ولهذا احنا نبيعوا السوق نتاعنا معناها عند الدلالة في سوق، خاصة في سوق روتردام، فهمني. وهذا اللي حبيت نتدخل به، وان شاء الله فهمت الله كلام يسمعوه الناس، وان شاء الله يقتنعوا به، وان شاء الله تونس ديما بخير وبارك الله فيكم.